السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة وتتابعوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفة المحاجب على طريقتي، سهلة وبسيطة بدون تعب ومجهود وبمقادير مضبوطة، مع سر بنة الحشو. راح نعطيكم الحشو اللي راني نستخدم فيه دائما. كما راكم تشوفوا معايا راها تجي طرية كأنك دلقتيها وعجنتيها وتعبتي عليها وما تنسوش صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قبل ما نبدأ هذا الفيديو. شوفوا كيفاه خليتلكم حبة باه تشوفوها كيفاش دايرة. ودوك نبدو بالمقادير. طريقة التحضير نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندنا كيلة سميد، 2 كيلات فرينة. انا درت 2 كيلات فرينة بحكم عندي سميد متوسط. اذا عندك سميد رطب ديري كيلة سميد بكيلة فرينة نفس الكيال، واذا عندك سميد تاعك يكون شوي ماهوش حاجة ديري كيلة سميد وكيلتين فرينة. ضفت ملعقة سكر ونبدأ نضيف الماء بالتدريج، ونبدأ نلموا العجينة تاعنا ونخلوها ترتاح حوالي 20 دقيقة، وبعد نضيف الملح نذوبه في الماء ونبدأ ندخل هذاك الملح في العجين ونلمها حتى نشوف العجينة تاعنا تلمت، ونخلوها ترتاح حوالي ساعة في كيس بلاستيكي مبلول بالماء. خلوها ترتاح مليح تحب الراحة العجين تاعنا. كيما راك تشوفوا ان شاء الله القوام راه يبان. ونديروا الحشو. عندي 4 حبات بصل مرحين في الاشوار، 2 جزر مربيين، 2 فلفل حار، نص ملعقة طماطم مصبرة، 2 طماطم حب، 2 فلفل حلو مرحين حتى في الاشوار، مع 2 فلفل حار اخضر. وعندنا التوابل، عندنا ملعقة كمون، ملعقة بابريكا، ملعقة فلفل أسود، ملعقة زعفران، وملعقة راس الحانوت، وشوية ثوم مرحي. ونبدو نحضروا الحشو. نحطوا الجزر، نزيدوا له شوية زيت ونقلوه على نار هادية حتى يذبل البصل تاعنا. ونضيفوا له معاه الفلفل اللي ربيناه، ومن بعد نضيفوا البصل. حاولوا نخلطوا كل المكونات جيدا. نضيف شوية ملح والطماطم المرابية والثوم والتوابل. نزيدوا نص ملعقة تاع طماطم مصبرة. نخلط جميع المكونات، نسكروا عليه، نغطوهم ونخليهم يطيبوا على نار هادية حتى نشوفوا الخليط تاعنا كامل تجمر وجاهز. العجين هنا بعد مرتاحة تشوفوا معجنتها ما تعبت عليها موالو. شوفوا راها روعة طرية تساعدك في العجن، ما تتقطعش. هكا نكور حبات المحاجب تاعنا اذا حبيتي ديرهم صغار ديري الكرات صغار، اذا حبيتيهم كبار كبري الكرات تاعك. وفي طاولة العمل نضيف الزيت ونحل العجين تاعنا، نحاول نرققوه على قد ما نقدروا باه تجينا مورقة وتجينا طرية. نوعية السميد تساعد مليح
في العجين تاعنا. نحاولوا دائما نختار نوعية مليحة. كما راك تشوفوا بعد ما نحل العجين نغلقه من الطرفين كما راك تشوفوا. نحاولوا يعني الحشو تاعنا نخلوه يبرد مليح باه ما يقطعناش العجين. ونضيف الحشو، نحاول نوزعه بأطراف الأصابع في كل الحبة تاعنا باه يجي متساوية. ونضيف ملعقة من الجبن اختياري، إذا تحبي ما ديريش يعني حرية الاختيار. ونبدأ نسكر المحاجب تاعنا مليح. نكونوا سخنا المقلاة أو الطاولة اللي راح نطيبوا عليها، نحلوها على نار متوسطة أو هادئة باه ما نحرقوش الحبات تاعنا. نعدلوها الحبة تاعنا مليح من كل جوانب ونسكروها مليح ونحطوها تبدا طيب ما بيت ما نحضروا الحبة الأخرى. يعني دائما في المقلاة أو في الطاولة نزيد نعاون نعدل الحبيبات تاعنا تاع المحاجب بهذه شكلها مسقم. شوفوا كيف راها بدات تنفخ ودليل على نجاح العجينة. هكا راح نوريكم حبة أخرى. ما تنساوش حباباتي تشتركوا في القناة وتدعموني، ما يعني تضعوا لي جام. إذا عندكم أي استفسار أو أي تعليق حطوا لي في التعليقات. وصفاتي ناجحة حاولي موفق بإذن الله ندير فيها كيما راكي تنجح لي. يعني نكرر نفس العملية نطبقها من جهتين باه الحشو تاعنا ما يخرش وما تتقطعناش. ونضيف الحشو ونسكرها من جوانب اثنين بهكا. يعني نكمل كامل العجين نفس الطريقة. إذا تحبوا أي وصفة يعني نشارككم فيها حطوا لي في التعليقات، راح أكيد نلبي طلبات خواتي. وبهكا حضرت المحاجب تاعنا. نضيف لهم قليل من زيت الزيتون اختياري. ويعني ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. شوفوا كيف راها روعة. نودكم ومن شهيكم حبيباتي. نشكركم على المشاهدة ومع السلامة.